لكن محاولاتهم ذهبت أدراج الرياح عندما تغاضى سعيد طاهر إعلان عن ضربة جزاء وفي الإعادة إفادة. ربما كنت نتمنى على انه يكون شافها خطأ، ما شافهاش لانه شافها كل شيء غير الحكم، ولكن توجور يتيلي الفو فير افيك الحكام نتقبلوا الاخطاء ديالهم الا كان خطأ نون بريميديتي. والنقص العددي هل سيؤثر؟ اغلب الظن جرعه جديده في الخط الهجومي، فرصه ممتازه، هدف للمغرب الرياضي الفاسي. الحكم يقول لا، الحكم يقول ليس بالهدف، يقول انه هدف غير مشروع. احتجاجات مستمره. نشاهدوا مشات الكره بهذه الطريقه. اذا الا كنا نتكلموا على التسلل، ما كاينش تسلل نهائيا لان جوج لاعبين داخل منطقه او داخل المرمى. فعلاش جاء هذا القرار من جانب الحكم؟ هنا فين كيبقى السؤال. نشاهدوا اللقطه، واش كان شي لمسه، واش كان شي خطا؟ انا اعتقد انه هدف سليم، لان بهذه الطريقه هذه اللي شاهدنا من اعاده جوج ديال الزوايا. قراره، ولكن ننتظر الصوره. زميلي سعيد احفور في الاخراج، نريد الصوره اللي تؤكد يعني من موقعي. الصوره لا تعطينا التاكيد. هنا سنتاكد. لا لا لا، هدف، ما كاينش هدف، اعتذر، ما كاينش هدف. الكره على خط المرمى، اذا ما كاينش هدف. هذا يعني صعب مثل هذه الامور يتسجل مثل هذا الهدف تتجاوز خط المرمى. الهدف غير محتسب، الهدف احتسب بشكل يعني قانوني خطا. بكر كان يعتقد بأن الصافرة موجهة إليه وأراد الاحتجاج على حكم المباراة. فربما الحكم ولي فشاف غير راسه. احنا ما كنشوفوش واقيلا. ربما مكعقلنا انه ضربه جزاء خياليه الصراحه، لانه كان المغرب الفاسي يعني شاد بزمام من الامور. حتى بكر يكون اللي كان قريب من اللاعب ما طالبش ضربه جزاء. فاكيد فاي واحد، فاكيد هذه اكثر من ديال الحكم الافريقي تونس وغينيا الاستوائيه. ف قال لي ما تعرفش.